بصراحة الواحد احتار مع منتخب المغرب. يعني معظم اللعيبة اللي انت بتتفرج عليها النهاردة هم نفس اللعيبة اللي شاركوا في مونديال قطر 2022. هم نفس اللعيبة اللي كنا بنطلع نشيد بيهم. هي ديت اللعيبة اللي جابت رابع العالم في مونديال قطر. هو نفس المدرب وليد الركراكي. اتفرج النهاردة على وليد الركراكي، راجل واقف على الخط متوتر، بتلعب وسط 60,000 مشجع كانوا يستاهلوا ان هم يروحوا فرحانين. من كتر التوتر بتاعه بدل ما يطلع السوبيري ولا سفيان مرابط بيطلع افضل لاعب في الشوط الاولاني ابراهيم دياز. حاجه غريبه انا مش فاهمها. اتفرج النهارده على شكل المنتخب المغربي، صنع فرص تتعد. الفرصه بتاعت السوبيري في الشوط الاولاني، ركله الجزاء اللي جابها ابراهيم دياز، وقلنا بس بقى المنتخب المغربي هيدخل الشوط الثاني هيحاول واخد بالك يضمن النتيجه. تتفاجئ ان المنتخب المغربي قال ايه، بيتراجع للخلف وبيحاول انه يلعب على التحولات ويحاول انه يلعب عرضيات قدام قوم عاد. انت بتلاعب مين يا عمي؟ ده اقصر واحد فيهم متر و80 سنتي، ده اقصر لاعب فيهم هو طوال الديانج اللي احنا مسمينه هنا ليلة الدبابه مع طوال بالله الاهلي. عنده الصحفة فموضوع النقطة. العرضيات ده مش هياكل معاهم ولا الكرات الثابته اللي تترفع اوفر. شفنا كمان النهارده الحلول كانت على الناحيه اليمين، اذا كان أناحي ولا ابراهيم دياز ولا حتى مزراوي. شفنا برضو النهارده فرق اشرف حكيمي جدا مع فريق منتخب المغرب. الراجل ده بيمتلك نص الحلول الهجوميه بتاعه منتخب المغرب. كمان النهارده وليد الركراكي تحس ان هو مش ثابت على مهاجم، والمركز ده فيه مشكله. مركز المهاجم لعب بسفيان رحيمي في مباراه جزر القمر ما اقنعش، لعب النهارده بايوب الكعبي ما وصلوش فرص كتير ولا اي حاجه. وهذا تحس ان الماتش الخط هذا ديال الهجومي رحيمي هو خط احادي، ديال رحيمي كل وديال واحد فيه الزلزول، ليلات. انتما وكأن طوال ما المنتخب يليقوش ده ليهم جديد كرة ولسه عرضية. بيكون ولسه لازم انه ياخد وقت عشان ينسجم. عارف ان الجمهور المغربي ممكن يبقى زعلان، ولكن خليني اقول لك منتخب المغرب لحد دلوقتي هو متصدر. في حال فوز منتخب المغرب على زامبيا هيبقى 7 نقاط، هيصعد برضه اول المجموعه. ولكن على كابتن وليد الركراكي انه يتدارك الاخطاء النهارده. الراجل اللي اسمه العناوي بيقوم بنفس الادوار اللي بيلعبها سفيان مرابط. نزل بلال الخنوس، نزل بلال الخنوس. شفت ان الثلاثيه بتاعه خط الوسط في المباراه بتاع جزر القمر كانت ادوار متضاربه، لعبت برضه بنفس الثلاثي. شفنا النهارده شكل الدفاعي مش دوت نايف اقرب ولا دوت اليومك اللي احنا اتفرجنا عليهم في مباراتهم في مونديال قطر. في حاجه انا مش فاهمها. خط الدفاع اللاعب اللي اسمه صلاح الدين النهارده قدم مباراه محترمه، نفس الكلام مزراوي. فاتمنى ان شاء الله ان المنتخب المغربي يكسب المباراه الجايه، واتمنى برضو ان جزر القمر يكسب مالي عشان المنتخب ده شكله مرعب قوي، واتمنى ان هو يطيح من بره المجموعه. وعايزين نصعد كلنا اوائل في مجموعتنا عشان ما نقابلش بعض في الادوار القريبه. مش طالبه وجع قلبي يا جدعان والله. حسبوا التعادل، حسبوا خساره وخساره، وكنت زعما كنا كنتوقعوها قبل الماتش صراحه. ما عرفتش واش هاد الخساره غتسبيق ركراكي ولا لا. عينا معاه لا التشكيله، ما عرفتش انا هاد الدفاع منين جابهم، علاش جاب لنا عاوتاني غانم سايس، علاش جابوا سايس ها هو خرج من لا كومبيتيسيون صافي. شكون غيشد بلاصتو عاوتاني؟ دابا جو سوي ديغوتي والله نضرب على الفرونسي، جو سوي ديغوتي. جيسبر سا فا être un électrochoc. Je pense pas. Et là aujourd'hui actuellement, il y a un risque que le Maroc il sorte en poule. En poule. Si le Maroc il perd son match contre la Zambie et que le Mali gagne contre les Comores, on est troisième. عاد خصنا نشوفوا الجول افريج. Ça c'est une honte. قسم بالله c'est une honte. Voilà c'est tout. هادشي اللي عندي ما نقولش. خايب بصراحه خايب. انا كنت باغي نشوف لي شونجمون على بارابور ماتش لي كومور. كان خصهم الدراري يكونوا مع اكثر على النفس. المالي une équipe كتلعب بزاف، سي une bonne équipe, des bons joueurs individuellement. و ريغراكي كان خصو يبرون شويه كثر على لي ريسك تيسونطري، ولكن الدراري ما تيديروش الراس. النسيري الي سور لو علاش تيسونطريو. و فرانشمون يديروا ماتش نول دابا احسن على الفاس فينال، باسكو راه يكونوا عندهم الكترو شوك. لو ريكورد ديال لي فيكتوار غادي يحبس دابا، وغادي يكثروا دابا يكونوا مزيانين ان شاء الله. كميه لي ديتاي اللي عطى المدرب ديال المنتخب المالي دابا في لا كونفيرونس دو بريس على اللاعب ديال ليكيب ناسيونال وعلى الخطط ديال وليد الكراكي، كيبين لك انه المسار الماتش كان باين، وانه كانوا حافظين بزاف كيفاش كنلعبوا، خصوصا الخطه ديال 4-4-1-1 اللي دخل بها 4 ديال الميليو تيران. واحد كيلعب على اليمين بالرجل اليسرى، واحد كيلعب على اليسار بالرجل اليمنى، ويف بيسوما وسانغاري في الميليو تيران، ودوا على التحركات ديال امرابط ونائل العناوي. وما عرفتش حنا اش كنا كنوجدوا فاش هما كانوا كيترينيو. مرحبا بكم. طبيعة الحال جميعنا كنا نتمنى الاحتفال
بنقاط الثلاث، الخروج بانتصار مهم للغاية، لكن قدر الله ما شاء فعل. تعادل أمام منتخب مالي في مباراة صعبة. هكذا ستكون كل مباريات كأس إفريقيا. من الصعب أن يسمع لك الجمهور في الوقت الحالي، خصوصا بعد التعادل، بعد دقائق، بعد ساعات قليلة فقط من نهاية المباراة. لكن صراحة، بكل صراحة وأقولها بكل صدق، في الوقت الحالي، في هذا اليوم، في هذه اللحظة، الطريق الواحد هو الدعم، هو الدعم، هو الدعم، هو مساندة المنتخب المغربي. بعد البطولة قد يكون هناك تقييم، قد يكون هناك حديث، إن شاء الله ستكون هناك فرحة بإذن الله، هذا ما نتمناه. لكن في هذه اللحظة، رغم أنه صعب عليك أن تقتنع بهذا الكلام في هذه اللحظة، أقول لكم والله الآن لحظة الدعم، لحظة مساندة المنتخب، ولحظة التركيز في المباراة المقبلة أمام زامبيا. شكرا جزيلا، كثر الله خيركم على الاستقبال الجميل في هذه المدينة الرائعة، هي عاصمتنا الرباط، وكثر الله خيركم ألف مرة كل واحد. بارك الله فيكم.